السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا. أنا في نقطة تكررت معي أكثر من مرة. الجنيه المصري يشبه الريالين السعودي، تمام؟ فعندي علبة أنا أحط فيها الهلل، وجيت اليوم أبغى أخذ لي تقريبا 6 ريال. قلت باخذهم من ريالين. دورت على أساس إني باخذ ريالين، طلع لي 3 كله جنيهات. طبعا سعر صرف الريال مقابل الجنيه 12 جنيه تقريبا ونص أو أقل. فإذا أعطاك اللي يرجع لك سواء محطة أو بقالة أو أي شيء، إذا رجع لك جنيه مصري بدال الريالين يعني كأنه ما أعطاك أي شيء. وأنا حقيقة صورت هذا المقطع لأنه أنا معي شخصيا تكررت أكثر من مرة، فما أظن أن الموضوع جاي صدفة. ما أعتقد أنه جاي صدفة، مستقصد، خاصة من بعض الناس اللي ما يخافون الله ويبي يلعب بالفلوس بالطريقة هذه. يعني إذا رجع لك جنيه كأنه ما رجع لك شيء أبدا. وهو أغلب العمالة بالذات اللي ما تخاف الله مثلا يستغل أنه أنت واثق به، تحط فلوسك بمخباتك وتمشي، هو عارف أنك ما راح تطالع بالمبلغ اللي أعطاك إياه. عشان كذا إذا بالذات فيه هلل تأكد هو جنيه أو ريال. والله يحفظ الجميع.